اهلا بيكم معايا. والنهارده انا عايزه اتكلم ان انا مش هروح معرض الكتاب. إيه، كذا حد من اصحابي قالوا لي ما هتروحي المعرض نروح مع بعضينا، قلت لهم لا انا السنه دي مش عايزه اروح يا جماعه. طب ليه يا مها؟ مش عارفه ايه. فقلت لهم انا عندي كتب كتيره جدا و وانا ما قريتهاش. يعني بقى لي فتره كبيره بجيب كتب حلوه وبجيب كتب غاليه الصراحه، وفي الاخر انا ما قريتهاش. جايز رغم ان انا عندي وقت بس ما عنديش النفس ان انا اقرا. بقى يعني رتمي في القرايه مش زي زمان. بقى اليوتيوب مهووسه بيه ان انا اسمع فيديوهات وحاجات من الحاجات دي كلها وانا بتحرك في البيت، فهو معايا. فبقت القراية بالنسبة لي يعني طقس بعيد شوية عني. ومع ذلك أنا جايبة كتب يعني من قريب وقاعدة أبص عليها كده وحطها جنب السرير، اللي هو إن شاء الله أنا إيه هقراها وتقعد تنظف الأوضة. والكتاب برضو محطوط جنب السرير. فأنا السنة دي رحت قلت لا أنا مش عايزة إن أنا أجيب يعني أروح معرض الكتاب. فحتى يعني قالوا لي طب تعالي نروح مش هنشتري حاجه. قلت لهم مين ده انا لو رحت هناك اكيد لازم هشتري الكتب. ليها اغراء غير عادي بالنسبه لي و... وانا عارفه ان انا يعني ضعيفه قدام الكتب، فمش هقدر وهشتري وانا يعني مش عايزه هصرف فلوس وفي نفس الوقت انا ما بقراش. يعني احيانا الواحد كان بيجمع كتب وفي اوقات معينه كان بيبقى عنده الشغف ان هو يقراها. يعني ان انت عندك كتاب ما قريتوش، كان ممكن يبقى عندي كتاب مثلا قاعد في المكتبه بالسنتين واذ فجاه كده يجي لي كده نفسي ان انا اقوم اقراه. فاحيانا بيحصل كده اهو. بس انا بقالي فتره الصراحه ما روحتش للحته دي، مع اني بجيب كتب. فقلت لا السنه دي انا مش هعرض نفسي لهذا الضعف الانساني واروح اشتري كتب وانا الصراحه ما اشتريتهاش. والصراحه انا اقنعت ناس كتيره برضو ان هي ما تروحش معرض الكتاب. يعني اقنعت اختي ان هي ما تروحش الصراحه برضو لانها جايبه كتب يعني ما قريتهاش. واحده صاحبتي كانت بتقول لي، قلت لها لا ما يعني مش انت عندك كتب؟ قالت لي ده عندي كتب كتيره قوي، ده انا كنت بنظف المكتبه يعني وما قريتش الحاجات دي كلها. قلت لها طب انت رايحه ليه؟ وبعدين قلت لها طب قولي لي كده اسماء الكتب اللي انت كنت كاتباها. طبعا اسماء تجنن. يعني انا نفسي لو هي راحت هقول لها هاتي لي معاكي، بس في الاخر انا عارفه ان انا للاسف مش هقرا الكتب دي. لاحظت يا جماعه ان احنا عندنا حاجه اسمها الدوبامين السريع. اللي هو الدوبامين السريع ان احنا عايزين على طول حاجه تنعشنا كده، حاجه زي كده تعمل لنا يعني دفعة عالية عندنا عشان نقدر ان احنا نكمل الحياة. الدوبامين السريع ده بقى مثلا من اول شرب النسكافيه او القهوة اللي بتدينا دوبامين سريع، من او غير الكافيين طبعا. من اول ان احنا بنعمل شوبينج، من اول حاجات كتيرة قوي، بناكل شوكولاتة. الدوبامين السريع بيجي لما الانسان بيبقى مش قادر يواجه المشاكل النفسية اللي عنده. يعني مثلا انا بيتي لو مكركب والدنيا كلها تضرب تقلب، انا مش هبقى عايزه يعني اقعد في البيت كتير من الشغل مثلا. اي حاجه هتلكك ان انا اروح في اي حته بحيث ان انا اجي يا دوبك اجي اخلع انام. مش عايزه ابص في الشقه ولا الدنيا لان انا مش قادر اواجه مثلا الكركبه. لو مثلا انا عايشه مع ناس مثلا مش فاهميني او في سوء تفاهم او كده، فانا بدل ما بواجه الناس دي وبقول لها انت يعني احنا المفروض نعمل كذا، او مثلا بتبقى الناس خايفه ان هي تتكلم مع الناس لان فيها مشاكل هتظهر كبيره قوي. فحتى ما بيتناقشوش في المشاكل دي، فكأن الاوضاع كلها متلصمه. فالناس بتهرب بالدوبامين السريع ان هي مثلا يروحوا كافيهات، مش عارفه يروحوا قهاوي، يشيشوا. ايه تاني الدوبامين السريع؟ مثلا هتلاقي الناس اللي بتحب الشوكولاتات دايما حتى الاعلانات بقى طبعا الناس اللي بتسوق للشوبينج والحاجات دي كلها بتستغل فرصة ان الناس بقى عندها ديبريشن عالي، عندها مشكلات مش عايزة تحلها، بتهرب من نفسها. فاوجدوا لهم صناعة كاملة، بدائل صناعة كاملة قامت على الاحساس ده، وهو ان انت تعمل شوبينج، ان انت تاكل شوكولاته. وعاده دايما حتى الاعلانات بتاع الشوكولاته بيجيبوها بقى والناس مش عارفه سعيده ايه، او اول ما تاكلها بتحس ان هي راحت مش عارفه في حته تانية فين. فطول الوقت احنا قاعدين بنهرب من مشاكلنا بالدوبامين السريع.
الاكل كمان، يعني الاكل العاطفي اللي احنا بناكله. بدل ما احنا بنواجه مثلا نفسنا ان انا خايفة من حاجات، عايزة استخبى مع نفسي في جسمي، فعايزة يبقى مليان كتير، فبدل ما بواجه نفسي مثلا ايه المشكلات اللي بتواجهني، انا ليه بروح للاكل كمهرب ليا، كنوع كمان من انواع الادمان. فبدل ما بعمل كل دوا فبقوم ايه جايبه حته الشوكولاته كده هو واقول لك الله طعمها حلو قوي تحفه. فمثلا تقول لحد مثلا بس ان ده فيها سكر مش عارفه ايه، يا ستي بقى مش عارفه ايه، من نفسنا بقى كل حاجه من نفسنا بقى من نفسنا بقى. وتلاقي ايه كل يوم مثلا انت بتتعرض لثلاث اربع مرات ان انت عايز ترفع الدوبامين بتاعك باي شكل من الاشكال، فقاعد عمال ان انت بتهرب. المشكله يا جماعه ان لما يكون ناس يعني الميزانيات بتاعتهم محدودة، ما عندهمش الامكانيات الماديه، لان الدوبامين للاسف برضو هو عاوز يعني ميزانيه لوحده. انا كنت بتناقش مع بنوته صغيره بتشتغل والشغلانه تعتبر كويسه ومرتبها حلو كده هو، بس على طول هي يعني مزنوقه، وعلى طول اخر الشهر لازم تستلف مش عارفه من اخواتها فلوس. فبقول لها ليه يعني، فسالتها يعني كنت محرجه اقول لها انت بتقبضي قد ايه، فقالت لي مبلغ كويس جدا يعني يكفيها حلو قوي قوي. فقلت لها طب يا حبيبتي انت عندك انت ليه عامله في روحك كده هو. فاكتشفت ان هي بتخرج مع اصحابها، فبقول لها وانت بتتبسطي طب في الخروجات دي، قالت لي يعني مش قوي. فكمان يعني انت بتصرف اساسا فلوس وما بتتبسطش بيها، فطبعا ده كان بالنسبه لي اللي هو طب وايه لازمته. قالت لي حاجه من نفسي بقى. قلت لها يعني الحاجه من نفسك دي بتعمل لك حاجه؟ قالت لي لا مش قوي. مثلا هتلاقي مثلا ناس قرايبنا انا اعرفهم يعملوا مثلا اكل او حاجات معينه كده هو، يعني الحلويات او يبعتوا يشتروا حلويات اللي هو طب يا جماعه ليه؟ يقول لك لا ما انا مش طايقه العيال والمش عارفه ايه وكده، لا لازم يعني اهرب، لازم اوجد لنفسي اي حاجه. فبتوجد لنفسها حاجه. في اللي بيشرب سجاير كمان علشان انا مش ضد شرب السجاير صراحه، يعني انا لا مع عيب ولا حرام، انا مع الصحه، مع هل دي حاجه انت يعني لما اساسا مثلا بتعملها تاثيرها بيدوم، ولا هي بس علشان انت عايز تهرب من مشاكلك فانت بتروح للحاجات دي. فاهماني؟ فلقيت ان الناس عندها استهلاكات غير عادية. الناس اللي عندها فرط حركة وتشتت ما بيقدروش يمسكوا الفلوس في ايديهم، يعني ما يقدروش يستوعبوا ان هم معاهم 2000 3000 جنيه كده في ايديهم، فلازم يصرفوهم في اي حاجة على طول. وبعدين الناس بتصرف ايه بقى؟ اول ما تبقى اول الشهر تلاقيها بتصرف اول الشهر بقى، وبعدين بقية الشهر هنعمل فيه ايه؟ لا دي مش قصتنا، دي مش حكايتنا. احنا لازم نصرف. ليه؟ لان هم ما عندهمش احتمالهم ان هم يتحملوا الواقع او الحقيقة قليل جدا. فاهمين؟ يعني احيانا بتبقى في حقائق في حياتنا صعبة، وصعب ان الواحد يتقبلها، ده لو كمان الواحد كان صريح مع نفسه وواجه نفسه بالحاجات دي. عادة احنا بنقوم حاودين كده حودة، لا اما الاخر هو الجحيم، لا اما انا بعمل كده عشان انا انسانة طيبة، وليه انا الانسانة الطيبة يحصل لي كده هو، وليه الناس مش عارفة بتعمل فيا ايه. ففي كده لو الانسان واجه نفسه بحقائق معينة وتحمل مسؤولية نفسه، هي احيانا ما بيبقاش عايز هو يبص للقصة دي، فبيحاول يهرب بشتى الطرق نفسيا ان هو يجيب المشكلة على اللي قدامه، عمليا ان هو يدور على الدوبامين السريع بتاعه. بتلاقي ناس كتيرة بتقبض كويس لكن للأسف فلوسها كلها زي ما بقول كده هو يعني مش يعني تحس ان هي قليله. طب ليه قليله؟ لما تيجي تكتشف القصه اساسا هتلاقي ان القصه فيها حاجات كتيره ما كانش ليها لازمه. طب ليه الشوبينج ده حصل؟ طب ليه ده الخروجات دي حصلت؟ كل الحاجات دي كلها ما كانتش ترويح عن النفس اكتر من ان هي كانت نوع من انواع الدوبامين السريع اللي هم عايزينه. الناس دي للاسف ما بيبقاش يعني مثلا لما تيجي تقول لها مثلا تعالي نطلع بره او يقول لك منين؟ فاقول لهم طب ما انتوا لو كنتوا حوشتوا الفلوس اللي انتوا قاعدين بتخرجوا بيها الخروجات اللي ملهاش لازمه دي مثلا، كان زمانكم قادرين ان انتوا تطلعوا سفريه عدله مثلا. او مثلا عايزين مثلا لابسين حاجه ف
مش قيمة يعني، حاجات كده اهو يقول لك اصل البتاع كان حلو قوي بس ما كانش معايا ثمنه. طب ليه يا حبيبتي ما كانش معاكي ثمنه؟ لان انت كنتش تقدري تدفعي ثمنه. ليه جبتي الرخيص ده مثلا شكله مش قد كده؟ هو اصل ما كانش معايا فلوسه. ليه؟ لان فلوسها طول الوقت اول باول هي صرفها في حاجات او هو صارفها في حاجات، فهو ما بقاش معاه اساسا بلك فلوس علشان يقدر ان هو يبقى عنده ال الاختيار في حاجة قيمة، في حاجة ان هو مثلا يجيب حاجة اسس من الحاجات القيمة. مش قادرين يتحملوا عبء المشاكل. فعدم تحملهم بيوديهم للشوبينج السريع، بيوديهم للسكر، بيوديهم للشوكولاته، بيوديهم لاكل فيه ادمانات كتيره، البيتزا والحاجات دي كلها. فالنهارده يا جماعه انا جايه احط فوكس على الدوبامين. كل واحد عنده دوبامين معين هو بيعمله. انا نفسي ان احنا نواجه نفسنا الى حد ما بحقائق عندنا احنا. انا بعمل كده ليه؟ يعني كل واحد ربنا حاطط فيه ثروة معينة، والثروة دي هو مش قادر يستغلها. مش قادر يستغلها لأنه ومهدرة الثروة دي بتاعته. ليه؟ لأن هو كأنه طاقته مهدرة طول الوقت بره، وطول الوقت هو مفيش يعني حاجة بتغذي الداخلية بتاعته، النفسية بتاعته الداخلية. فبدل ما بيواجه ان هو يبدأ يجمع طاقته لنفسه، لا هو على طول اوتوماتيكيا بيضيعها في الدوبامين السريع. الدوبامين السريع من اسباب الفقر. لو الناس كانت في فيديو قبل كده كنت حاطاه اللي هو اسباب الغنى والوفرة. فالدوبامين او عدم تحملي ان انا اتحمل او اواجه الحقيقة، فبيخليني اروح على طول حاجات بدائل تبان ان هي هتفرحني، بس هي ما بتقعدش اكتر من اللحظة اللي يعني او الوقت اللي بيحصل فيها القصه دي. يعني مثلا وقت اللي انا باكل فيها الشوكولاته وخلاص انتهت. الوقت اللي انا مثلا بخرج فيه، ويا ريت فعلا الخروجه دي بتمتد زي ما قلت لكم، او الحاجه بتمتد. لا، لو انت مثقف شويه بقى اللي هو ايه، طب ابدا اشتري كتب، ما هو ده برضو نوع من انواع الدوبامين طالما انت مش هتقراه يعني. وفي ناس بقى بتبقى فاكره مثلا ان الكتاب ده او الكورس ده برضو ده للناس المثقفه، يقول لك هو ده اللي ايه هيفرق معايا، يعني هو ده منقذي. هو برضو مش عايز يتحمل مسؤولية نفسه، هو عاوز دايما حاجة من بره هي اللي تحل له مشكلته. فأنا لو خدت الورشة دي إن شاء الله هبقى كويس. أنا لو طبعا الورش مهمة جدا والكورسات مهمة جدا، أنا مش بحكي كده، أنا بحكي كتر الحاجات أساسا، كتر الحاجات ومش شايفة نتيجة. يعني لازم الإنسان يبقى حقيقي مع نفسه. هل مثلا الكتب اللي أنا قريتها دي أنا فعلا استفدت منها؟ هل الكورسات الكتيرة اللي أنا حضرتها دي أنا فعلا استفدت منها؟ طب ايه الحاجه اللي موقفاني ان انا يعني ابقى ناجح في حياتي؟ فمواجهات يا جماعه حاجات مهمه جدا للانسان علشان ان هو يكون قوي، ان هو يكون متمكن من نفسه، وان هو يبدا ان هو يجمع طاقته عشان يعرف يعني يعرف يجاهد في الاحلام الكبيره اللي هو عاوز يحققها. دول كانوا كلمتين مش وبس بتوع النهارده، واتمنى الفيديو يعجبكم، تعملوا لي لايك لو عجبكم، كومنت لطيف، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. باي باي.